اسكالوب بانيه بكفر متماسك جدا وبطعم تحفة زي الجاهز بالظبط. تعالوا نشوف هنحتاج ايه. بصل مبشور وطماطم مبشورة، فلفل اسود وعصير ليمون وملح وبابريكا، وننزل بقشر عصير الليمون، وبعد كده ننزل بالاسكالوب ونغلفه كويس قوي بالتتبيلة ونغطي عليه ونحطه في التلاجة مش اقل من ساعة. نحضر بقى الكفر بتاعنا، بيض وبقسماط ودقيق، نحط على البيض فلفل اسود وملح ونضربهم كويس، وبعد كده ننزل التتبيلة من على الاسكالوب ونعفره في الدقيق، وبعد كده البيض والبقسماط. نحاول بس نصفي البيض كويس بالشكل ده وننزله في البقسماط، وبالشوكة بقى كده نحاول نغلفه كويس، وبعد كده نضغط عليه بايدينا. اهم حاجة نضغط عليه كويس علشان الكفر يبقى متماسك. بعد ما خلصنا الكمية نرصهم على بعض ونحطهم في التلاجة لمدة نص ساعة، وفي زيت غزير ما يكونش بيغلي، درجة الحرارة تبقى فوق المتوسطة. كل جنب بياخد من دقيقة ونص لدقيقتين، وهتاكلوا احلى اسكالوب بانيه. جربوه هيعجبكم جدا، وبألف هنا.